انت بقى حضرتك اللي عامل لي ابلكيشن بقى ويعني وعايز بقى تنافس بيه العمالقه ديت، الله يكون في عونك. روح بقى وروح انت الفرح لوحدك بقى، ما تاخدش الكباتن وتسحلهم معاك. اصل معلش يعني انا مثلا ككابتن او يعني واحد كابتن جايب عربيه يا عم هنقول ب 500000 جنيه، بلاش يا عم يعني هنقول متوسط سعر العربيه 500000 جنيه، زائد اللي الكابتن يا عم نزل من بيته عايز يروح بفلوس، انت هتقدم له ايه؟ انت هتقدم له ايه انت عشان يشتغل؟ يعني هيفضل فاتح الابلكيشن، هتقدم له ايه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه العملاء هتقدم لها ايه؟ دي تاني حاجه. تالت حاجه دعايتك فين؟ انت معاك ابلكيشن؟ يا فرحتي يعني ياما، طب ما الناس كلها معاها ابلكيشن، عايز تمشي باسلوب ان درايفر يبقى قابلني، يبقى قابلني اللي سبق كلمه بقى. المشكله بتاعت يا جماعه، المشكله بتاعت النقل الذكي اللي كل حد فاكر اللي الحكايه حكايه ابلكيشن، لا هي الحكايه مش حكايه ابلكيشن خالص. كل واحد فاكر اللي هو هيعمل ابلكيشن وهيروح بقى ينافس اوبر وينافس بقى ان درايفر وينافس ديدي بقى وخلاص بقى الباشا بقى يروح ينافس العمالقه بحته ابلكيشن. والله يا جماعه تعالوا بس كده ايه الاول نعرف يعني ايه اوبر، يعني ايه ديدي، ويعني ايه ان درايفر، عشان الناس بس اللي ما عندهاش معلومات يعني يكون عندها معلومات، وانا عندي معلومات على قدي هقول لكم عليها برضو. يعني شركه اوبر يا جماعه راس مالها على مستوى العالم كله راس المال بتاع 120 مليار دولار. عارفين يعني ايه 120 مليار دولار يا جماعه؟ رقم اقتصاد دوله، ده رقم بتاع اقتصاد دوله كامله. 120 مليار دولار. دي 20 مليار دولار، تمام. ان درايفر بتتراوح برضه ما بين يعني حوالي 5-6 مليار دولار، بس منتشره انتشار كبير جدا على مستوى العالم، تمام. تعالوا بقى نتكلم على الدعايه. شركه مثلا زي شركه ديدي بتصرف كام دعايه في السنه؟ يعني مثلا في مصر شركه ديدي ممكن تصرف في السنه الواحده بس دعايه واعلانات ما يقلش عن 100 مليون جنيه مصري. ركزوا في الارقام يا جماعه، والارقام دي انا مش بجيبها من عند بيتنا، تمام. خش على جوجل وابحثوا، واللي متابع الاخبار اول باول هيعرف الشركات ديت، ويعني في الاقتصاد في يعني هيعرف الشركات ديت بتصرف كام، تمام. شركه ان درايفر بتصرف دعايه واعلان وبوانس على الكباتن سكه برضو ال 20 مليون جنيه مصري سنويا. شركه اوبر بتصرف بوانس على السائقين وعلى العملاء زائد الاعلانات، تصرف كل سنه مش اقل من 200 مليون جنيه مصري. تيجي انت بقى بحته ابلكيشن ومعاك ايه يعني يا دوبك انت عملت حته ابلكيشن وعايز تنافس الناس دي، انت واخد بالك؟ انت يا جماعه بلاش تحلموا يعني ايه يعني عايز تنافس بقى لازم تكون قوي، لازم تكون قوي جدا عشان تقدر تنافس الفطاحل دي. غير كده شوف لك ركنه بقى عشان خاطر والله الناس بتزعل مننا لما بنتكلم ونقول الحق بتاع ربنا. ايوه ماشي، ربنا الجميل وكل حاجه والسعي وانت بتسعى، لكن ما تجيب لي يعني معلش الابلكيشن ده ب 3 شيلين اعمله تحت بير سلم، تيجي انت بقى بابلكيشن ب 3 شيلين تحت بير سلم عايز تنافس اوبر وديدي وان درايفر. يا راجل اركن على جنب يا راجل، وبعدين تنافس مين يا راجل؟ ده انت جاي معلش يعني انت عيان وجاي عايز تكسب فلوس، هتاخد لقمه من مين؟ رايح تاخد لقمه من مين؟ الحيتان مجنون يا عم فوق بقى، فوق من اللي انتوا فيه. لا والمشكله اللي الكباتن يعني غلابه، يعني بعض الكباتن يعني بعد الكباتن غلابه وبتصدق وبتجري وهيفتح امتى الابلكيشن ده؟ لا 600000 ابلكيشن يا جدع. دي شركه بولت بذات نفسها، بولت العالميه، الشركه الاوروبيه اللي راس مالها يتجاوز ال 60 مليار دولار، ما قدرتش اللي هي تسد في مصر، سابت مصر وخلعت. هتيجي انت بقى ابو ابلكيشن ب 3 شيلين عايز تعمل لي فيها عنتر فكر؟ والله العظيم انا عامل الفيديو ده ليه؟ اصل الناس هتقول لي انت بتعمل الفيديو ليه؟ انت بتحبط. مش بحبط الناس، انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان اقول لك وفر وقتك. انت بتاع الابلكيشن اللي تحت بير السلم، يلا روح يا باشا روح.